زمان في العصر الايوبي لما صلاح الدين دخل مصر او قضى على الخلافه الفاطميه اغلق الجامع الازهر. الناس طبعا بتقول لك صلاح الدين اغلق الجامع الازهر عشان المذهب الشيعي. طبعا ده كلام مش مظبوط. صلاح الدين لو يغلق المسجد عشان المذهب الشيعي كان قفل جامع الحاكم، كمان ان هو ساب جامع الحاكم شغال وقفل جامع الازهر، لان مدينه القاهره كان المذهب الشافعي اللي هو بتاع الدوله الايوبيه كان المذهب بيقول ان لازم خطبه جمعه واحده بس في المدينه، خطبه جمعه واحده بس في المدينه. فهو عمل خطبه الجمعه دي فين؟ في جامع الحاكم. تمام؟ فالمسجد الجامع او الجامع ده المكان اللي بيقام فيه صلاه الجمعه، بيقام فيه الصلوات الخمسه اللي هي اليوميه وصلاه الجمعه اخر الاسبوع. انما المسجد بس ده مساجد الصلاه الخمس بس، بيصلوا فيه الصلاه الخمس بس وبيتجمعوا بعد كده اخر الاسبوع في المسجد الجامع. ده المتعارف، ده المفروض كان يحصل. انما طبعا مع زياده اعداد السكان وكثره الناس في المدن اصبح موجود المنابر. المنبر طبعا ده الدليل او دي الاشاره على اقامه صلاه الجمعه خطبه الجمعه. المسجد به منبر، كان حتى في المقريسي او في اي مكان يقول لك ايه وبه منبر، ده دليل ان اقامه صلاه الجمعه فيه. تمام؟ فاصبح معظم المساجد والجوامع فيها منابر، اصبح صلاه الجمعه في القاهره حتى القاهره شارع المعز منصور قلاوون جنب مدرسه الاثنين جنب بعض على طول. المقريسي ذكر ان الاثنين متوفى في مدرسه منصور قلاوون، تشوف المنبر الموجود داخل مدرسه صالح نجم الدين ايوب، الاثنين جنب بعض والاثنين فيهم منابر والاثنين بيقام فيهم صلاه جمعه، وده كان مخالف المذهب الشافعي في الفتره دي. انما عشان مع زياده الناس اصبح المسجد او معظم المساجد فيها صلاه جمعه. تمام؟ نتكلم بقى عن مدينه فوة. ده خلاص بقى كده احنا اي مسجد فيه منبر هيبقى مسجد جامع او جامع. تمام؟ مدينه فوة فيها 14 مسجد اثري مسجل. في فرق بين المسجل والمش مسجل اصلا. 365 لسه هتلاقي ناس كتير تقول لك فوة فيها 365 مسجد بعدد ايام السنه. ده الكلام المنتشر طبعا. ممكن يكون في عدد مساجد ده بس مش كلها اثريه. المساجد الاثريه بس 14 مسجد اثري. 14 مسجد اثري من بينهم مسجد النبوي. تخطيط المساجد دي من جوه عامل ازاي؟ هنلاقي 13 مسجد منهم نفس التخطيط اللي احنا شايفينه ده اللي هو ايه؟ المساحه المغطاه بالله. ونموذج واحد بس اللي هو الطراز التقليدي. التقليدي ده اللي هو زي جامع عمرو بن العاص، جامع احمد بن طولون، الجامع اللي هي اول ما اتبنت المساجد الوحيد اللي هو التخطيط الصحن الاوسط مشروع، مكان في نص المشروع او ده 4 زلات. انما التخطيط اللي موجود دلوقتي قدامنا ده انتشر في العصر العثماني. 13 مسجد في مدينه فوة بنفس التخطيط اللي احنا شايفينه، ونموذج واحد صحن في نص المشروع 4 زلات. طيب المسجد ده تخطيطه عامل ازاي؟ هنلاقي المساحه كلها مستطيله زي ما احنا شايفين، متقسمه من الداخل حاجه اسمها الاروقه. الرواق اللي انا واقف فيه ده، تمام؟ هنلاقي دي اسمها بائكه، صف الاعمده زي ما احنا شايفينه ده صف الاعمده اسمه بائكه. البائكه دي بتقسم المسجد لعدد من الاروقه، الرواق اللي هو المسافه المحصوره بين البائكتين دول كل بيصلوا فيه. عشان كده لما نيجي نوصل المسجد اثري مثلا او مسجد التخطيط ده مساحه مستطيله مقسمه من الداخل لعدد من الاروقه، هنا مثلا 1 2 3 4 4 اروقه. اللي فوق دي بقى اسمها دكه مولد. طبعا الحاج شرف لنا عليها اتكلم عنها. دي اسمها دكه مولد وهي موجوده في داخل المسجد. طب في دكه مولد اصلا وظيفتها ايه؟ ان الناس لو مش سامعه الامام اللي بيصلي في المحراب في اخر المسجد هو المفروض بيسمع ويبلغه. بس هنا مكانها في اخر المسجد، هو طبيعي اصلا اخر واحد يسمع. فهي مكانها مش منطقي شويه، المفروض زي مثلا مدرسه السلطان حسن في القاهره، الايوان الموجود الرئيسي في نهايه الايوان كده في دكه مولد رقميه عشان يبلغ الناس اللي في الاول.